كلنا عارفين زنقة الامتحانات والشغل، بيبقى عندك كتب PDF مذكرات وريكوردات ومحاضرات وفيديوهات طويلة، وعشان تلم كل ده وتلخصه محتاج وقت ومجهود جبار. طب ايه رأيك لو قلتلك ان جوجل عمل أداة مش بس بتلخص لك كل المشاكل دي في ثواني، لا دي كمان بتقدر تحول مذكراتك PDF لبودكاست تسمعه وانت مروح، كأن اتنين بيشرحوا المنهج وبيدردشوا فيه. وبما اننا داخلين على امتحانات وفاينل، فقلت ده افضل وقت ننشر فيه الأداة دي عشان تساعد الطلبة اللي زي حالاتي تلم المنهج اللي متراكم عليها من أول السنة. فيلا بينا نبدأ مع بعض. أول ما تفتح نوت بوك LM الواجهة بسيطة جدا، هنضغط على نيو نوت بوك أو إنشاء دفتر ملاحظات جديد علشان نعمل مشروع جديد. والأداة دي بتعتمد اعتماد كلي على جيميناي برو، وده بيديك ميزة إن مسموح ترفع لحد 50 مصدر، وكل مصدر ممكن يوصل ل500 ألف كلمة. يعني حرفيا تقدر ترفع كتب كاملة ومراجع ضخمة. ومن هنا تقدر ترفع ملفاتك عن طريق PDF، لو عندك ملف PDF ترفعه، أو عن طريق لينك على ويب سايت بره خارجي. عارف لو في مثلا مقالة عندك أو حاجة، تروح جايب اللينك بتاعها حطه هنا يشتغل معاك برضه. ممكن درايف، لو عندك ملفات على جوجل درايف ممكن تسحبها تحطها هنا. وممكن عن طريق نص منسوخ، لو عندك تكست من غير أي حاجة تروح واخد كوبي وتحط هنا يشتغل معاك. وعندك برضه هنا الويب، لو انت اصلا ما عندكش ملفات، لو جيت هنا كتبت التوبيك اللي انت عايز تدور عنه، هيجيب لك هنا كل المواقع اللي لها علاقة بالتوبيك بتاعك، وتقدر تختار منها اللي انت عايزه. وفي هنا برضو بحث سريع، لو عايز تجي تشتغل بحث سريع على طول ويديك نتائج سريعة. انا هجرب عندي ملف، ارفع ملف PDF. انا عندي ملف PDF محاضرة، ارفعه واشوف النتيجة تبقى عاملة ازاي. انا هنا رفعت ملف عندي PDF، هنشوف هنا يحلله الاول ونشوف انا نختار احنا عايزين نعمل فيه ايه بالظبط. هنا عندك في الخانة اللي على الشمال دي في عندك كذا حاجة. عندك لو عايزه يعمل لك ملخص صوتي، لو عايز ملخص فيديو، عايز يعمل لك خريطة ذهنية، عايز يعمل لك تقارير، عايز يعمل لك بطاقات تعليمية، ممكن يعمل لك مثلا كويزز مثلا أو حاجة. مثلا عايز يعمل لك باوربوينت أو يردك على هيئة باوربوينت، أو مخطط بياني، أو جدول بيانات. في حاجات كتير أوي ممكن هنا أصلا تسأله كمان في المصدر بتاعك، الملف اللي انت رفعته له تسأله في أي أسئلة هو يجاوبك عليها برضه. معاك مدرس كامل اهو. وفعلا بعد ما خد الملف بتاعي وقرأ اللي فيه، عمل لي هنا ملخص كده بسيط للملف بتاعي. وهنا قال لي انت شوف، انت اختار انت عايز تعمله بالظبط. انا عايز مثلا ملخص صوتي، عايز يعمله ملخص صوتي، وعايزه يعمل لي مثلا ملخص فيديو برضو، وعايز خريطة ذهنية، وعايز يعمل له باوربوينت، وعايزك تعمل لي برضو اختبار، وعايزك تعمل لي برضو مخطط بياني. مخطط بياني ده بيعمل لك كل الملف كله بيلخصه لك في صفحة واحدة. وهنا مثلا تعالوا نشوف جدول البيانات ده برضو يكون عامل ازاي. احنا هنجرب كل حاجة معاكم دلوقتي. هو دلوقتي بدأ يشتغل كده، خلص الخريطة الذهنية كده. هو خلص الخريطة الذهنية، تعالوا نشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي. بص شكلها عامل ازاي. الملف اللي عندي اللي كان فيه حاجات كتير لخصولي خريطة ذهنية. تصميم ونظرية المترجمات، كومبايلر. الملف أصلا عندي بيتكلم عن مادة الكومبايلر. بص الجمال. كومبايلر بيعمل كذا، وفي كذا وكذا. وممكن كمان حتى تنزل كمان الصورة دي انت عندك على الجهاز، دوس منها من داونلود هينزلها عندك في الجهاز. طب تمام، تعالوا برضو نجرب حاجة تاني. ده كانت الخريطة الذهنية. نقفل كده نخرج برا. تعالوا نجرب مثلا جدول البيانات، شوف شكل عامل ازاي. هنا طبعا جدول البيانات ده عمل لي مقارنة بين الكومبيلر برضو والانتربريتر. شايف الشكل ده؟ التحليل برضو، التحليل ده السينتاكس، كل الكلام ده. شايف الشغل عامل ازاي؟ مترجم، كومبايلر، الوظيفة، طريقة التنفيذ، كفاءة الذاكرة، السرعة، اللغات، الانبوت والاوتبوت، وكان جايب لك المصادر ايه، وكل صفحة رقمها اصلا كام، وكده كل حاجة يستخدمها في ايه. ده كان جدول البيانات. طب تعالوا نشوف الاختبار، أسئلة وإجابة. هنا بص شايف الشكل عامل ازاي، هنا سؤال والاختيارات اهي. وقلت التالي، حتى مثلا لو جيت اخترت اي حاجة كده يقول لك صح اهو، حتى لو خطأ يقول لك برضو الخطأ فين. تمام، تعالوا كده نختار مثلا حاجة خطأ، ده صح. تمام، ده كان الكويز. تعالوا برضو نجرب حاجة تاني. وهنا دلوقتي لسه بيعمل الأوديو وبيعمل الفيديو.
وبيعمل برضه اللي هي الPowerPoint، بس هو النت عندي بعافية شوية معلش. هنا خلّص برضه المخطط البياني، تعالوا نشوف الشكل هيبقى عامل إزاي. المخطط البياني ده أصلًا بيخلّيه كلّه في صورة واحدة، هتتفاجئ دلوقتي بالمنظر برضه. نفتحه كده، سيبه بس يحمّل معانا، اتفرّج يا عم كده، شايف العظمة والجمال والألوان والanimation وكل حاجة. ده فاصل لك ده عن ده وبيقارن، وهنا المراحل بتاعته والتحليل، وشغل زي الفل. وحتى لو عايز تنزّله من download من هنا هينزل عندك عادي. هنستنى بقى لحد ما الأوديو يشتغل والPowerPoint والفيديو ونرجع لكم مرّة تاني. وهو شغال هنا برضه تعالوا كده نسأله هنا في الchat عن أي حاجة مثلًا إحنا مش عارفينها. هنيجي مثلًا نقول له الفرق بين الcompile والinterpret ونشوف كده هيرد علينا يقول إيه. هو هنا أصلًا بيراجع المصادر اللي إحنا مدخلينها، هو هنا مش هيفكر بالإنترنت برّه خالص، هو هنا هيعتمد اعتماد كلّي على المصدر اللي أنت مديه له. هنا فعلًا ادّاني الإجابة وادّاني بين كل جملة وراها الصفحة بتاعتها، الرقم أهو هيجيب لك الرقم بتاع الصفحة بتاعتها من الPDF اللي أنت رافعه. لو دوست على الرقم هيوديك للصفحة اللي في الPDF اللي أنت رافعه له. جاب لك فعلًا الفرق بين الcompiler والinterpreter. وهنا فعلًا بعد ما خلّص الفيديو تعالوا كده نبُص عليه نشوف هو شكله عامل إزاي. إمم. طيب لما نكتب كود كيف بفهمه الكمبيوتر؟ سؤال بسيط بس إجابته عالم كامل. اليوم رح نغوص في الرحلة المذهلة اللي بتحول الكود اللي بنكتبه لشيء الآلة بتقدر تشغله مباشرة. القصة كلها هي إننا كبشر بنتكلم لغات برمجة زي بايثون وجافا، والكمبيوتر ما بيفهم إلا لغة واحدة، لغة. لخّص لك الملف كلّه في 5 دقايق فيديو، كمان صوت وبيشرح بالتفصيل. ده كان الفيديو. برضه هنا عندك ممكن تعمل له داونلود. تعالوا نشوف الأوديو، اللي هو يعمله زي بودكاست كده. ده الأوديو. لو كتبنا سطرا بسيطا من الكود، شيء مثل A يساوي 4 زائد 2، كيف يفهم الحاسوب هذا الأمر؟ كيف يتحول هذا النص المفهوم لنا إلى نبضات كهربائية يفهمها المعالج وينفذها؟ العملية تبدو وكأنها نوع من السحر الرقمي. هي بالفعل عملية مذهلة، لكن هذا السحر هو في الحقيقة علم هندسي. شايف الجمال؟ وبرضه ممكن تعمل له داونلود برضه عندك على الجهاز. عندنا آخر حاجة قُلنا هنشوفها وهو الPowerPoint الPowerPoint عندنا هو آخر حاجة. تعالوا نشوف الشكل بيكون عامل إزاي. بيقسّم لك الPDF عن طريق برضه شرح، وفي نفس الوقت بيعرضه لك PowerPoint slide ورا بعض. عندنا هنا عامل الPDF بتاعي 14 صفحة من أول للآخر، شرح فعلًا ممكن هنا نشغّله زي ملف PowerPoint بالضبط. لو دوسنا هنا تشغيل اشتغل معاك هيملى الشاشة واشتغل معاك صفحة بصفحة. تمام زي الفل. برضه ممكن تعمل له download عندك على الجهاز. وعندك برضه هنا برّه ممكن هنا تضيف كمان مصدر تاني، عايز تضيف مصدر خارجي، عايز تضيف link بتاع website أو حاجة، عايز تضيف text عندك من غير أي حاجة، ممكن تعمل بحث سريع، ممكن تضيف مصدر عندك PDF. وفي مميزات كتير الصراحة أداة عبقرية جدًا هتنفعك بشكل كبير في المذاكرة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون الشرح سهل وبسيط وعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.